السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. رمضان كريم علينا وعليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل الحلو قطايف، وهنعمل الفطار كمان مع بعض. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول هنعمل ايه. القطايف بقى بتاعتنا هنعملها شكلين: قطايف مقلية وقطايف كمان بالكريمة كده والمانجا. تمام. وكمان هنقول ازاي نخلي القطايف طرية وهي مقلية، وازاي نخليها مقرمشة. تمام. طبعا في ناس بتحب القطايف بدون ما تتقلي، وفي ناس بتحبها مقلية وبالعسل. طبعا القطايف بتاعتي كده عندي الحشوة عبارة عن اي مكسرات عندك بقى: زبيب وجوز الهند وسوداني او لوز بندق، اللي عندك اشتغلي بيه. هنعمل اول الشربات، عبارة عن كوباية ونص من السكر، عشان انا هعمل نص كيلو قطايف بس. كوباية ونص من السكر وكوباية من المية، وهرفعهم على النار. كوباية ونص من السكر وكوباية مية، هرفعهم على النار لحد ما أول ما يغلوا هنعصر عليهم نص ليمونة، وبعد كده نسيبها تغلي لمدة 5 دقايق. وبعد ما يغلوا 5 دقايق نضيف الفانيليا ونطفي عليها ونركنها كده. بقى شربات وسط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. طبعا الشربات الخفيف بتاع البسبوسة والتقيل بتاع الكنافة. طبعا هنعمل اللي هي هتتقلي الاول كده. اهم حاجة بقى القطايف تكون صبحة علشان تلزق كويس وما تفكش في قلب الزيت وتبهدلك الزيت بتاعك. تمام كده. يبقى هنعمل القطايف المقلية كده، نلزقها كويس قوي. و طبعا هنكون الشربات بتاعنا يكون برد، يكون اتعمل وبرد، على ما نحشي القطايف كده تكون الشربات برد. هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده اهو، ونخلصها بقى ونبدأ نعمل اللي هي محشية كريمة ومانجا. طبعا هنعمل بقى كريمة. هنحط كده طبعا انا مش هعمل كتير، انا هعمل يعني تقريبا ربع كيلو القطايف، يعني النص قسمته نصين، نصه مقلي ونص التاني اللي هو ربع كيلو، يعني هيبقى بالكريمة والمانجا. طبعا هحط بقى حوالي 5 معالق من الكريمة كده، ونص كوباية مية متلجة. عندك لبن متلج تمام، ما عندكيش اشتغلي بالمية عادي جدا، خفيفة وحلوة جدا وما شاء الله. طبعا الكريمة بتاعتي دي مش بسكر، انا مش بحب اعمل الحاجات المحشية كريمة تبقى الكريمة مسكرة. تمام، يعني حاجة خفيفة كده. بعد كده بقى هنضيف لها القطع. تشوفوا انا بسيبها كده لحد ما تتماسك، يعني بنسيبها حوالي 3 4 دقايق كده تتماسك، وبعدين نفصل المضرب. بعد كده بقى بنعمل القطايف زي الكون وكده، زي القرطاس كده على بعضها، وهي طبعا بتكون صبحة فبتلزق مع بعضها كويس قوي. بنخلي الوش الغامق شوية هو اللي بره، والوش اللي هو فيه اخرام كده ده من جوه، عشان هو اللي هيلزق كويس. تمام كده. نعملها بالشكل ده ونبدأ بقى نحط نقلي الاول اللي هي المحشية في الزيت، يكون الزيت بقى سخن مغلي. ودي هنرجع نشوف هنعملها ازاي. هنروح الاول نقلي القطايف المحشية. طبعا الزيت اهوت هنحطه سخن، والشربات هيكون جنبه بارد وسط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل زي ما اتفقنا. وهنبدأ نحطه في الزيت يكون مغلي، يكون مقدوح. وبعد كده طبعا لو عايزينها ناشفة بنسيبها تحمر قوي، النار ما تتوطاش خالص، لازم تنزل الزيت وهو بيغلي وتكون النار حامية. تمام. في اي حالة عايزينها طرية او ناشفة يكون الزيت بيغلي وتكون النار عالية. بعد كده عايزينها بقى ناشفة، بنبدأ نحمرها زيادة.
عايزينها طرية، في حد بيحبها طرية بنعملها لونها فاتح شوية، وبنطلعها بقى كده وننزلها في الشربات وهو بارد، ونقلبها كويس وبعد كده نطلعها. تمام كده. دي القطايف اللي هي طبعا المحشية. والقطايف اللي بالكريمة برضو هنطلع، طبعا دي هنقلبها عشان تشرب من الشربات، بس هنطلعها على طول مش هنحطها فترة طويلة. بعد كده بقى بنعمل اللي هي بالكريمة، بنملى كده كل كونوا كده، كل واحدة تكونوا بالكريمة، وبعدين بقى نحط قطع المانجا على الكريمة كده، وبنخلص الكمية كلها كده. عملنا شكلين اتنين من القطايف. طبعا انا كنت عملت معاكم قبل كده عجينة القطايف واشتغلنا بيها سوا قبل كده. طبعا ممكن احطها لكم الطريقة في صندوق الوصف او في اول تعليق، بس يا رب منساش. هي عندي في القناة برضو طريقة العجينة بتاعة القطايف وطريقة تسويتها. لكن دي انا عملتها على طول جاهزة علشان انا كنت مستعجلة. فزي ما انتوا شايفين عملنا المقلية، وعملنا يعني من نص كيلو عملنا صنفين اجمل من بعض، وطعمين مختلفين تماما عن بعض. تمام. بعد كده بقى هنشوف هنكمل بقى. طبعا انا ببدأ اليوم بالحلويات علشان اعمل بقى اخلصها، اسيبها تبرد احطها في التلاجة وابدأ اعمل بقى. طبعا تقدروا تحطوا عليها كده معلقة شربات، لان قلت لكم ان الكريمة بدون سكر. بكتفي بالسكر المانجا ومعلقة عسل كده، بنزل عليها على القطايف كده من عند الكريمة كده. عايزين تعملوه الخطوة دي بتبقى حلوة برضو، وبرضو ما بيبقاش السكر كتير ابدا. بعد كده بقى بنبدأ نعمل بقى الاكل بتاع الغدا. الاكل بتاع الغدا بقى كان مفاجأة. بما اني ما حشيت لهمش في اول رمضان وما عملتش البط، فجبت بقى كده دكر بط ما شاء الله عليه، يعني يعني ما شاء الله، يعني كان حجمه حلو قوي. هبدأ بقى اخده كده تشويحة الاول كده، ياخد الصدمة على البوتاجاز عشان لو في اي دهون تنزل، بس هو كان ما شاء الله ما فيهوش اي دهون. هبدأ بقى احط بقى البوكيه جرنيه بتاعه، اللي هو بقى يعني جزر، بصل، طماطم، فلفل اسود بقى، التوابل بتاعته، البهارات بتاعته، فلفل اسود وحبهان ولورا، كل حاجة بقى بتتحط عليه. واغطي واسيبه كده يستوي. طبعا كنت غالية المية بعد ما حمرته كده اديته الصدمة، حمرته ونزلت عليه بالمية السخنة، وحطيت الايه الحاجات بتاعته عليه. طبعا استوى ما شاء الله جميل جدا. وكمان كنت عاملة المحاشي بقى بأشكالها وألوانها. عاملة محشي كرنب، وعاملة محشي ورق عنب، وكمان عاملة كوسة. يعني انا بصراحة عوضتهم اليوم اللي ما كانوش فيه اول يوم، اللي هو ما عملناهوش اول يوم. كده ان الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم كده، واستودعكم الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.